مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في القناة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جيتكم اليوم بهذا الفيديو تاع هذه الحلوة، تقدروا تقولوا جافة ولا معسلة. شكون كي حالتي يحب القطوات دو زونا وتاع خفيف ظريف؟ جوزوا معايا الوصفات هكا باش ما تروح لنا حتى لقطة، وميم طون مازلنا نقزروا في الفيديو. ما تنساوناش جيم البنات، فضلا منكم. راكو شفتوا هنا راني حطيت 250 غرام من المارغرين، وزدت لها كاس تاع زيت معمر. الكاس اللي تعبروا به كلش. نعاود 250 غرام تاع مارغرين، كاس تاع زيت، وكاس تاع سكر مبلور، سكر كريستاليزي. زدت هذيك القرصه تاع الملح. عندي هنا مغرفه كبيره تاع لافاني ديروا النوع اللي عندكم. راكو عارفين حلوه الزيت تحب لافاني، الزيت باش ما تجيش قاطعه، ما تجيش ريحتها تغلب الكاطو. ديروا شتو درت مغرفه ماشي قليله. نضربوا هنا كامل كلش بالباتور. هنا درت العمليه عكسيه، مولفه ندير البيض ومن بعد كان نحط المارغرين ونحط. هذه المره لا درت هذه المكونات نضربهم مليح بالباتور، ومن بعد باش نبدا نضيف في البيض. ودوك نقول لكم كامل الدقيقات اللي درتهم ونسيتهم. صدقوني البنات، هذه الحلوه جبتها للمبتدئات باسكو خممت فيها. هنا اني درت حبيبه تاع البيض كامله. هنا القاطو خممت فيه. رحت درت جبت واش عندي في الدار ودرت بلا ما نشوفوا بلا. هذا قاطو من راسي وخلاص، يعني خلوطه جالوطه خرج لي قاطو شباب. راكو شفتوا هنا بليني درت 3 حبات بيض، نحيت لهم بياض تاع وحده. هذاك البياض نحتاجه من بعد باش نرمدو فيه. اقعدوا معايا دوكا نبدا نخلط. نعاود لكم. درت 3 حبات بيض، يعني 2 كاملين وواحده صفار، باش ما نضلش نفسد في البيض، يعني خليت غير بياض بيضه. قلت لكم البنات المبتدئات ما تزيدوش تخافوا الكاطو، يعني الكاطو ما تخافوش. صدقوني هذا يا نط شفت واش عندي في الدار، نط حكمت درت خلط خرج لي كاطو الله يبارك. صدقوني خرج لي كاطو هايل. يعني لا باز انا درت لا باز تاع الكاطو لا باز، والباقي زيدي ولا نقصي ولا المكونات ديري واش حبيتي. المهم دوك نعطي لك العجينه ما تيبسيهاش، ما تيبسوش العجينه باش ما يجيكمش الكاطو يابس، وتكون نوع المارغرين مليح. كي تكون مارغرين طريه صدقيني بلي ينجح لك. هنا اني درت، شوفوا الفارينه شحال درت، نفس الكاس اللي عبرت به. هنا راني لحقه 3 كيسان. انا اونتو درت 6 كيسان تاع فارينه. كنت نسيت الجلجلان البنات، هنا كنت نسيت الجلجلان. الوغ حكمت دوكا درت الجلجلان للناس اللي يحبوا الجلجلان. اللي ما يحبوش الجلجلان ديروا مكسرات، واللي ما عندوش كامل ديروه ساك هذاك، ما عندكمش مشكل فيه. شوفوا هنا قلت لكم البنات تاني كنت نسيت الجلجلان، تالي رحت جبته ما حبيتش يعني نحي لكم اللقطه باش هكذا ينجح الكاطو. كي ديريه عن حب، يعني تتحبى ديري الحاجه تنجح لك. مام الخميره كنت نسيتها باش ما درتهاش مع الفارينه. هنا درت باكي ونص تاع خميره. لكن البنات ما ديروش باكي ونص، ديروا باكي واحد، ديروا كيس واحد بوزن 7 غرام تاع خميره كيميائيه باش الكاطو ما ينحللكمش. انا كاين حبيبات اللي نحلوا لي يعني تفخوا بزاف نحلوا. الوغ ما ديروش باكي كيس ونصف، ديروا كيس واحد وزن 7 غرام. على العموم نخلي لكم كامل المقادير في صندوق الوصف، يعني اسفل الفيديو. العجينه الا تجيكم شابه يا البنات ما تعجنوهاش، ليمو برك كيما راكم تشوفوا، ليمو برك. هنا يعني بديت بيدي، كنت غير بلا سباتول، دوكا راني بيدي باش نعرف لا تيكستور تاع العجينه. هنا كنت نضيف الكاس السادس، كنت نضيف فيه غير بالعقل حتى تحصلت على عجينه طريه. كنت كملت الكاس السادس، كملته كامل. درت هنا 6 كيسان دخلوا لي، جات هايله ما شاء الله، وتجي كميه لاباس بها، على خاطر راني زدت لها الكاس تاع زيت. هذه الحلوه تقدروا معنا المناسبات تاع الباك راهم جايين ان شاء الله، نتمنى لهم كامل 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 ولادكم يجيبوا الباك وتفرحوا وتعم الفرحه يا ربي منهم وليدي. ان شاء الله وليدي يجيب الباك، واذا ما جابوش ما فيها باس، العام الجاي ان شاء الله مازالوا ايامات ربي ومازالوا العوام اللي راهم جايين. كنت تشوفوا هذه الحلوه تقدروا ديروها معسله، تقدروا ديروها جافه، يعني تشربوها مع قهوه حليب ولا مع لاتاي.
انا من عشاق هذا النوع تاع الحلويات اللي تاع دوزونا نخدم بهم هكذا وهكذا. ما نحبش نكسر راسي بزاف. هنا وريت لكم كيفاش راني حنشكلها. تقدروا تشكلوها كيما حبيتوا. نعطيكم الشكل اللي تشكلوها به او ميم طون نقول لكم الشكل اللي حيجي سهل. وقلت لكم البنات كي نكون انا نخدم عندي افكاري كي نكون في البلان دو طرافاي نبدا زعماتيك نكتشف. وصدقوني هذه الوصفه بالك يكونوا داروها ناس من قبل، الله اعلم. لكن كما قلت لكم البنات ما تقلقوا، ما تقولوا الحال بعيد، تجيبوا واش عندكم في الدار وخدموا يخرج لكم كاطو ما شاء الله. ما ننساوش يا البنات نصلوا كامل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نزيدوا اللي عندها كاس تخدم بالكاس. هنايا الكاس هذا جاني عريض فمو محلول بزاف، قلت له بعدني نتايا خليني نجيب الكاس تاعي لونسيان. الله هذا الكاس تاع زمان تاع بكري هو اللي خير يخرج لكم الهليلات تاعكم شابين. يعني لا حبيتوا ديروا الهليلات درت لكم في الكاس ماركه، قلت لكم شوفوا انا عندي المول بصح مام بالكاس، يعني اللي ما عندهاش هذاك الطابع ديرها غير بالكاس، شوفوا تخرج شابه. بصح انا ما ساعدنيش هذا الشكل، درت غير خط واحد والباقي خدمته كيما يحب خاطري. هكا عارفين انا تعب مسلك، نحب ناكتيفي كي نكون عيانه نبدا غير نجري. هذا ما كامل الاشكال درتهم وحطيتهم بجيه. ما تنساوناش البنات فضلا منكم باللايك، جام ولا البصمه كل واحد باش يقولها الا حبيتو، يعني زعما الا حبيتو، والا ما حبيتوش ما فيها باس، باسكو انا قلبي خرج وانا نقول لكم ديروا البصمه وانتم ما ديروهاش، معليش. هنايا حكمت عندي هذا الطابع ولا القطاعه ولا كل واحد باش يقولها. درت هنا امبول وحليتها. علاش درتها هنايا؟ باش تجيني كامل قيس واحد هكذايا، نضمن انها جاتني كامل قيس واحد وعبر واحد، ما تجيش حبه كبيره وحبه صغيره. انا هذا هو الشكل اللي حبيته واللي عجبني. شوفوا هنا يا البنات هذاك الشكل اجاب بزاف هايل. اي حقا البنات الجلجلان او السمسم يكون محمص من قبل، ما تحطوش هكذاك خضر، يكون محمص من قبل. هنا بعد ما كملتهم كامل عندي هنا بياض البيض، نروح نديرها غير في جهه واحده، يعني الحبيبه نديرها غير جهه واحده تاع بياض البيض، ونعاود نرمدها في الجلجلان، نرمدوها مليح. هنايا عندي واحد الكواليس كنت نهضر يا البنات الا كتب ربي راني نعاود نحط لكم فيديو صغير تاع هذه اللقطه كما كنت نقصر مع بنتي، ان شاء الله نحطها لكم، يعني نحط لكم بالك فيديو للترفيه فقط. اذا كان عندي كوراجه. هنايا تكملوا كامل الحبيبات تاعكم، اترمتوهم كامل في الدجاج وتحطوهم في الفرن على 170 درجه، ما تشعلولوش بزاف، حطوا غير على 170 درجه لمده 20 دقيقه. انا الفور تاعي فونتيلي وانتم يا البنات كل وحده تعرف الفور تاعها، حطوه وخلوه يطيب. هذا الجهه درتها بالجلجلان، الاخرين كان خلاص لي الجلجلان كنت كملتهم بالكاوكاو محمص، حتى بالكاوكاو خرجوا هايلين. هنايا علاش قلت لكم يعني دوكا اللي تحبوا معسل تحطوا مع لاتاي، تخرجوا هكذاك سخون، الحسيله تكون بارده ديروه، ولا يعني لا فات البرد وجاز عليكم وقت وحبيتوا تعسلوه هذاك الوقت دفيوا الحسيله تاعكم، دفيوها شويه وعسلوه هو يكون بارد. صدقوني البنات بزاف جاب بنين، انا وحده ما امنتش مخي كيفاش جاب بنين. خليت شويه جاف يعني باش نشربوا به قهوه حليب، وهذا ما اللي راهم في الكيسات هما اللي عسلتهم، جاب بزاف هايل بزاف خفيف، عجبني البنه تاعو عظيمه. وهذاك اللي ماشي معسل يجي السكر تاعو ناقص شويه، يعني للناس اللي ما تحبش الحلو رايح يوالمك ما شاء الله. هكذا البنات رانا لحقنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنسوناش بلايك وبالبارطاج فضلا منكم، مشاهدة ممتعة للجميع، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. تهلاو لي في ربحتكم، ما تنساوش تجربوها ورجعوا لي خبر. سلام.